بقالي كتير قوي عايز اكل سماش برجر. لقيت مكان انا يعني شفت له كذا فيديو بس ما كنتش متوقع ان شكل الاكل هيبقى حلو كده. انا بجد مش هقول لكم اسمه غير لما اجرب، بس الشكل والريحه كانت تحفه. كنت هجربه، اسمه اوكلاهوما. ده بيكون سماش برجر مع الباتي، بصل صاحي شويه يعني بينزل على النار بس هو صاحي شويه، والجبنه وبس. شكله قليل ادب. تعال ندوق. ده حلو قوي، الباتي تحفه، البنايه حلوه، مش احسن واحده بس البنايه حلوه. بصل كتير سنه بس الجبنه. ساندوتش حلو بس محتاج تعديله، يعني انت قلل فيه كميه البصل لما هو يحطه لك، او هم اتواصلوا بيا الله اعلم، بس هم ما يعرفونيش. انا جبت واحد منهم بس هو اللي كومبو معاه فرايز والفي كولا. كومبو لما بتزوده بيبقى حاجه بسيطه، بس بص الفرايز عامل ازاي. انا ما اعرفش ده عشان هم لسه فاتحين، مش لسه فاتحين خالص يعني، لسه اول اوردر، ولا هو كواليتي كده. تعال ندوق. عجبني قوي موضوع ان هو كاب فرايز، فاهم يعني، اللي هو يرضي غرورك. ده بقى سامي الساندوتش. ده بيكون عليه بيف بيكن وجبنه امريكي، وفي نفس الوقت فيه، انا جايبه دبل برده، وفي نفس الوقت فيه من تحت صوص اسمه ساميز برده. هو تقريبا الساندوتش ده بتاع صاحب المكان، لان المكان اسمه سيبها لكم انتوا في الكومنتات بقى، مش يعني مش عايز شغل دماغك. وفي خيار مخلل كمان. ده اتحمص زياده شويه منهم يعني. الباتي نفسها، بص انا نسيت اقول على الكلام ده هناك، حته البيف حلوه قوي، وهم بيقولوا ان هي انجوس بيف، فتمام. انا ما دخلتش جوه اللحمه، بس هي طعمها حلو، الفاتس فيها حلوه قوي. يعني عارف انت لما بتلاقيني واقف كده اعرف ان الاكل خلاني اعجز عن الكلام. ده بقى ساميز مشروم، وانا جبته دبل برده، وعليه مشروم وعليه جبنه انا مش عارف ايه هي، وتقريبا بصل مكرمل. الشكل حلو قوي. تعال ندوق. الكراست بتاعت الباتي نفسها تحفه، الجبنه ممتازه، مشروم فريش جميل. يعني انا اتبسطت ان انا جربته، يعني اتبسطت والله. انا كنتش هاخد الثلاثه، انا كنت هاخد 2 بس هو حلو قوي بجد. انا برشحه بقوه. مش هقول لكم غير بس كده. ده كان ريفيو على السريع. كان معاكم هوبا. جربوا ساميز هتحبوه قوي. المكان اسمه ساميز، موجود في شارع ابو بكر الصديق بين هارون وبين سفير في مصر الجديده. مكان حلو قوي يستاهل تجربوه بصراحه، وهاتوها كومبو. الفرايز دي تستاهل ان انتوا تجربوها. بس كده، كان معاكم هوبا تاني. السلام عليكم.